خير الأسبوع رقم 26 من الكالتشيو المشتعل هذه الأيام وهذه الأسابيع. واليوم الانتر اللي عنده من المشاكل ما يكفيه ويزيد. الانتر يحل ضيفا على الملعب الصعب في المدينة الصعبة. نحن اليوم في أوديني في ملعب فريول ستاديوم. هذا الملعب المعروف في إيطاليا بأنه من الملاعب الصعبة، طبعا بجانب سان باولو الملعب الكبير لنادي نابولي. وعندنا المدرب الجديد الذي نجح في المباراة الأولى. وعندنا اليوم حقيقة تحدي آخر، لأن الانتر اللي ما فاز في آخر 3 جولات عنده 3 تعادلات متتالية. اليوم يمني النفس بالعودة إلى ميلانو بالنقاط ال3 وسط الأمطار الحادثة اليوم في مدينة أوديني. أمطار ودرجة حرارة باردة، ودوري أبطال أوروبا والفوز في المباراة الماضية على تشيلسي. واليوم حقيقة لاحظ الغيابات اللي في المدرجات. عندنا مورينيو اليوم طبعا معاقب ب3 مباريات، وبالتالي يتابع المباراة من المدرجات. عندنا في جانب نادي الانتر والتر سامويل مطرود، عندنا كوردوبا مطرود، عندنا مونتاري موقوف، عندنا كامبياسو ايضا موقوف، وعندنا كييفو مصاب، وعندنا سانتور مصاب. ولاحظ الاسماء الحاضرة في المدرجات. اليوم الرجل اللي في الصورة هو الرجل الذي نتابع الان بالشعر الاشقر، جوزيبي باريزي، هو المدرب اليوم، الرجل المساعد لهذا الرجل، للرجل الكبير جدا مورينيو. وأمام تحدي آخر صعب في مباراة اليوم مشاهدي الجزيرة الرياضية في الدوري الإيطالي. وهذه الجولة لدينا حكم المباراة الشاب القادم من جنوة السيد ماورو بيرغونزي. بالمناسبة هذا الحكم أدار لقاء الفريقين الأول يوم أن فاز الانتر ب2-1. اليوم في كلام كثير في المباراة. لدينا هداف الدوري الإيطالي دي ناتالي، ولدينا ثاني الهدافين في الدوري الإيطالي، ولدينا الحارس السلوفيني هاندانوفيتش، وعندنا ماريغا ماكدونالد اللاعب الكيني الوحيد في تاريخ الكالتشو الإيطالي، وعندنا جوليو سيزار النجم والحارس الكبير. وكما نشاهد الآن في المدرجات السيد مورينيو، وأيضا النجم سوليمان تاري، علي سوليماني مونتاري، الذي بالمناسبة يعود إلى هذا الملعب، وهو الملعب الذي قدمه إلى الشعبية الجارفة. لأن بدايات علي مونتاري أو سوليماني أو علي سوليماني مونتاري كانت في نادي أودينيزي قبل الانتقال إلى نادي بورتسموث الإنجليزي، ومنه يعود من جديد إلى الكالتشيو مع فريق نادي الانتر. بداية المباراة اللي فيها حسابات كبيرة جدا وغيابات عديدة جدا كما يعلم الكل في نادي الانتر بفارق 4 نقاط يتصدر بطولة الدوري الإيطالي ب55 نقطة، والمطارد المباشر هو نادي ميلان ب51 نقطة، ولدينا ب50 نقطة كذلك على بعد 5 نقاط من نادي الانتر طبعا نادي روما. وبعد أن كانت الأمور في أسابيع طويلة ماضية في حكم أن الكل يجمع على أن نادي الانتر ذاهب للفوز السهل والمريح بسكوديتو، الأمور تغيرت الآن. وطبعا على بعد 4 نقاط فقط يأتي نادي ميلانو. يلعب ميلان الآن أمام أتلانتا في مدينة ميلانو، ويلعب روما الآن أيضا مباراة مهمة مساء اليوم في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. حسابات في هذا الملعب، حسابات في ملعب أيضا ملعب ميلان أمام أتلانتا، حسابات روما كذلك، حسابات القمة. لكن انطلاقة سريعة، غواردادو اللاعب الدوري الكولومبي ودي ناتالي هداف المسابقة، كرة خطيرة وجول، جول سريع في اللحظة وفي الدقيقة الثانية. في الدقيقة الثانية أودينيزي يتقدم على الانتر، أودينيزي يتقدم على الانتر تحت أنظار مورينيو، تحت أنظار مورينيو وتحت الأمطار في بداية المباراة. الكرة بالتمرير، يا سلام على دي ناتالي، إما سجل صنع، إذا ما يسجل يصنع. وبالتالي الكرة إلى بيبي، وبيبي أمام المرمى،
والكرة بدأت من جواردادو إلى دي ناتالي. النظرة ثم اللمسة ثم النهاية من بيبي. بالتالي الأمور عند هدف مبكر في اللحظات الأولى من هذه المباراة. هدف في اللحظات الأولى في الدقيقة الثانية، ما عدت الدقيقة الثانية، وكان الهدف الأول في المباراة. ولدينا كرة الآن للإنتر المنطلق للأمام. بداية أفضل مما تمنى وطمح وكان يتوقع وكان ينتظر وكان ينمن النفس فريق نادي أودينيزي وجماهيره، ولكن بعد دقيقتين ليس إلا هذا النجم أنطونيو دي ناتالي يرسل الكرة الماضية إلى سيموني بيبي. وسيموني بيبي يبدو أن الأمور مع المدرب الجديد مع السيد باسكوالي مارينو الأمور أفضل من المدرب السابق السيد دي بياتزي. لكن هدف في البداية، وهذا الهدف بطبيعة الحال يسعد الميلانية في مباراتهم الآن أمام أتلانتا، ويسعد كذلك النادي روما. مباراة في البداية في اللحظات الأولى. دي ناتالي يرسل الكرة سليمة الآن للأمام، وانطلاقة موجودة فيها محاولة للمنطلق الآن اللاعب باس سانشيز. محاولة مرور جيدة وهذه خطيرة، والعرضية مثالية، والكرة لا زالت خطيرة للأمام. دي ناتالي محاولة المرور والكرة تعاد من سانشيز، ولدينا كرة الآن من جانب باسكوالي اللاعب الذي اليوم يلعب ضد فريق السابق طبعا نادي الانتر. بالوتيلي، سامويل إيتو في مقاعد البدلاء. ولاحظ الغيابات الكثيرة جدا في نادي الانتر بالمناسبة يبدأ اليوم بجوليو سيزر، مايكل لوسيو، تياغو موتا اللاعب خط الوسط اليوم يتراجع لأن يكون بجانب لوسيو البرازيلي الآخر في خط الدفاع. لدينا زانيتي، عندنا ماريجا، الكيني، ستانكوفيتش، عندنا شنايدر، ولدينا دييغو ميليتو، بالوتيلي، وغوران باندف. هذه التشكيلة للمدرب الذي يعاني لأنه خارج الملعب. وهذه اللمسة الذهبية السليمة التي كان فيها سيموني بيبي على موعد مع هدف الثاني في بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم. هدف في الدقائق الأولى قبل أن تكتمل الدقيقة الثانية مباشرة. الملعب في حالة من الفرح فيما يتعلق طبعا بأنصار فريق نادي أودينيزي، لأن الفريق الآن يتقدم بهدف نظيف. هنا محاولة موجودة، الكرة ملعوبة من جانب مايكون، لكن الانتر يعلم أنه مضغوط الآن، وأن ضغوطات تحاصر الآن، وأن المتربصين بالدوري. وكرة موجودة، جول! الله على بالوتيلي، سوبر ماريو وسوبر جول. سوبر ماريو سوبر جول، كرة فيها وضع كل موهبته، وبهذه الصورة الانتر يتعادل. مايكون، لكن الاستقبال الموجه وبعد ذلك وضع الكرة إلى الشباك بهذه الصورة. سوبر ماريو، سوبر جول للانتر. استقبال جميل موجه، والكرة وين؟ الكرة في الشباك لنادي الانتر، لنادي أودينيزي. 1-1 يا جماعة. 6 دقائق بهدفين، 6 دقائق بهدفين. ما في جس نبض، ما في انك تقرأ المباراة، ما في انك تتعرف على الفريق الاخر. في هدفين في اول 6 دقائق من بداية المباراة. بالتالي التعادل 1-1. فعلا سوبر ماريو، سوبر جول في المباراة لفريق نادي الانتر. الانتر يتعادل بهدف لهدف، والمباراة تعود الآن من جديد مرة أخرى. المواجهات العديدة الكثيرة المنوعة التي جمعت الفريقين حتى ما قبل هذه المباراة. عندنا 73 مواجهة، عندنا أفضلية واضحة لفريق نادي الانتر. الانتر فاز في 34 مباراة، فاز أودينيزي 15 مرة في المجمل العام، وتعادلوا 24 مباراة سابقة. لكن بداية ممتازة بالفعل. أودينيزي يسجل أولا عن طريق سيموني بيبي بعد دقيقتين ليس إلا، لكن عندما كانت الدقيقة تصل إلى 6 ليس إلا كذلك كان ماريو بالوتيلي أو ماريو سوبر يسجل هدفا سوبر
لنادي الانتر يتعادل، والمباراة تعود الآن من جديد إلى نقطة البداية. شايف هذا النجم بالوتيلي الآن طبعا، ولدينا محاولة والكرة إلى شنايدر وضربة حرة مباشرة موجودة، نعم موجودة، والإنذار موجود كذلك على كودا. الإنذار موجود على أندريا كودا اللاعب القادم من إمبولي في عام 2006، وهذه المباراة ال25، يعني ما غاب إلا أسبوع واحد فقط. لكن شنايدر، ويسلي شنايدر الهولندي الكبير، هذه لعبة الهدف، والهدف جميل. وبعد ذلك كيف كانت ردة الفعل لدينا المدرب مورينيو؟ ما يضيع وقته إطلاقا، ما عنده وقت يضيعه. يبغي الدوري الإيطالي للعام الثاني على التوالي كمدرب له مع الانتر، ويبغي دوري الأبطال، وعنده معركة ستانفورد بريدج في منتصف الشهر القادم بحول الله تعالى. ما في مجال الآن لإضاعة الوقت، والانتر طبعا يعلم أنه مطالب بالفوز بجميع البطولات، لأنه في الطريق للوصول إلى المباراة النهائية لكأس إيطاليا. هذه ضربة حرة مباشرة في مكان خطير، وشنايدر تسديدة مرت حلوة لكن برع خارج الملعب من ويسلي شنايدر، الرجل الهولندي القادم من الفريق الملكي، والذي أعطى إضافة كبيرة لفريق نادي الانتر. اليوم يتألق، وقد كان متألقا في جميع المناسبات الماضية مع النيراتزوري. ويسلي شنايدر، ولدينا المدرب الجديد، هذه ثاني مباراة بالنسبة له السيد باسكوالي مارينو. التعادل 1-1، والانتر آخر 3 مباريات كلها تعادل، ما يبغي اليوم تعادل رابع على التوالي، تكون الأمور ليست بشكل جيد. والكرة من بالوتيلي الآن تبعد من لوسيو، لدينا محاولة من سانكوفيتش، والنجم الكبير زانيتي القائد الكابيتانو المنطلق للأمام الآن. محاولة موجودة في الجهة الأخرى، حسابات ما الذي يحدث هنا، وما الذي يحدث في سان سيرو، وما الذي يحدث لروما مساء اليوم. حسابات كلها طبعا، هذه الجولة حسابات كبيرة جدا حاضرة في هذا المساء، حاضرة في كل مكان طبعا. ولا شك أن يعلم نادي الانتر أنه مطالب بالفوز، بغض النظر طبعا عن ما يمكن أن يحدث في المباريات الأخرى للفرق الأخرى القريبة كذلك من الانتر في مباراة اليوم. لكن الميلان لا زال متعادل بدون أهداف أمام أتلانتا، وروما حقيقة يلعب خارج أرضه ولا زال متعادل مع نابولي أيضا في سان باولو بدون أهداف، وبالتالي التعادل هنا، وهذا يجعل الوضع يبقى على ما هو عليه. غواردادو يرسل كرة سليمة، تترك الآن من البرازيلي مايكون إلى خارج أرضية الملعب. ديناتالي ما سجل، لكن صنع هدف بلمسة فنية ساحرة، والأمور عند التعادل بهدف لهدف. هذه اللعبة الماضية، نعم التسلل موجود لأنه كان متقدم بعض الشيء عن آخر مدافع وهو البرازيلي لوسيو. محاولة من شنايدر، الكرة إلى ستانكوفيتش، استقبال الكرة الآن بالصورة الجميلة من غوران بانديف. محاولة المرور من جانب ماريجا لكن مقطوعة. اللاعب الكيني ماكدونالد ماريجا، اللاعب القادم كما يعلم الكل في التعاقدات الأخيرة من فريق نادي بارما. وغواردادو استقبال جميل الكرة من جانب الكولومبي الآخر زاباتا، اللاعب الذي طرد في مباراة جنوة، ولكنه بعد ذلك غاب عن المباراة الماضية، مباراة كالياري، مباراة الفوز. ولدينا محاولة إلى سيموني بيبي، الكرة طالت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب في أجواء لا شك، وفي توقيت صعب، وفي أجواء صعبة، وفي مباراة وحسابات، وفي ظروف صعبة لنادي الانتر. صحيح أنه يقابل الفريق المتأخر في ترتيب الدوري في المركز ال15، ولكن عادة ما يلعب نادي أودينيزي مباريات كبيرة عندما يقابل الفرق الكبيرة، واليوم يقابل الكبير الإيطالي نادي الانتر، وعلى ذلك يعلم أنه مطالب بمباراة كبيرة، لأن المركز الحاضر فيه مركز لا شك أنه يخيف. ولدينا مرور ناجح، والتسديدة كرة خطيرة تبعد من جانب جوفاني باسكوالي، لاعب الانتر السابق اللي حاول في الكرة الماضية أنه يسجل في مرمى فريق السابق، ولكن الكرة تبعد من جوليو سيزر وبعد ذلك من المدافعين.
مين يقول ان اودينيزي موجود بهذا الاداء في المركز الخامس عشر، وبانه مهدد اذا استمرت الامور بالتراجع الى الهبوط الى الدرجه الثانيه؟ من يقول ذلك؟ كره موجوده وخطيره لديناتالي، ابعاد الان من جانب زانيتي والكره الى خارج ارضيه الملعب. من يقول ذلك بان الانتر شايف هذه لعبه جوفاني باسكوالي الكرة الماضية، لكن تبعد اولا من الحارس جوليو سيزر، وبعد ذلك من المدافع اللاعب الاخر البرازيلي جوليو لوسيو. محاولة موجودة من جوران بانديف، تمريرة خاطئة، بعض الكرات الخاطئة في التمرير، والسبب طبعا هطول امطار غزيرة جدا على ارضية الملعب قبل ان تبدأ المباراة. اجواء باردة، نتحدث عن 11 درجة الحرارة حتى ما قبل هذه المباراة. وطبعا الكل يعلم بان اوديني مدينة على الحدود حقيقة مع كرواتيا، مع سلوفينيا، وحارس مرمى منتخب سلوفينيا وحارس مرمى اودينيزي في مباراة اليوم سمير هاندانوفيتش حقيقة بعد هذه المباراة مباشرة سيرحل ليس بالطائرة وإنما بالسيارة إلى سلوفينيا المجاورة لهذه المدينة لأن يلعب مع منتخب بلاده يوم الأربعاء القادم مباراة ودية أمام منتخب دولة قطر، مباراة أيضا ضمن مباريات سلوفينيا الإعدادية لبطولة كأس العالم القادمة، لأنه كما يعلم الكل سلوفينيا متأهلة إلى كأس العالم. هنا محاولة مرور فيها مرور ناجح، الكرة في المكان الخطير لديناتالي، تصطد في المدافع وتعود مرة أخرى إلى العملاق البرازيلي لوسيو. كرة الأمامي لجوران بانديف. مباراة منذ اللحظات الأولى مباراة ما فيها إطلاقا تردد، ما فيها جسمة، فيها بداية سريعة، محاولات جادة، فرص عديدة، ونتحدث عن مباراة مرت عليها حتى الآن 14 دقيقة فقط على زمن الشوط الأول لهذه المباراة. هذا جوران بانديف. محاولة المرور، الكرة تعاد الآن إلى ستانكوفيتش، لدينا كرة الأمام ولدينا كرة مقطوعة وعندنا صافرة من ماورو بيرغونزي الحكم الشاب ب 38 سنة القادم من مدينة جنوة، نفس الحكم بالمناسبة الذي أدار لقاء الفريقين بالدور الأول عندما فاز الانتر على نادي اودينيزي بهدفين لهدف واحد. ستانكوفيتش وشنايدر في الدقيقة 90 وديناتالي قبل ذلك سجل في الشوط الأول، كان نفس الحكم. ولاحظ هنا مورينيو في المدرجات وعلي سليماني مونتاري اللاعب السابق لاودينيزي ايضا، وقبل ان تبدا المباراه حقيقه في المدرجات كان يوقع الاوتوغرافات للمعجبين الذين لا زالوا يتذكرون انه بدأ في ايطاليا مع نادي اودينيزي قبل الانتقال الى بورتسموث، وهنالك فاز بكاس انجلترا طبعا بعد غياب طويل لهذا الفريق. طبعا نقرا هذه الايام ان بورتسموث هذا الفريق، وكره خط يا سلام، بالوتيلي مختار نفس المكان ونفس الجهة ونفس الزاوية، شوف مصمم على نفس المكان تماما. ولاحظ الكرة الخطيرة جدا التي لا زالت خطيرة، الكرة إلى شنايدر. انتر مهما غابت الأسماء لكن يبقى الانتر هو الانتر، يغيب من يغيب، يعاقب من يعاقب، يتأخر من يتأخر، يبتعد من يبتعد، الانتر يبقى بالفعل الانتر الكبير. يعني شوف الغيابات اليوم، نتكلم عن ايقاف لوالتر سامويل، ايقاف لكوردوبا، ايقاف لمونتاري، ايقاف الى كومبياسو، غيابات بداعي الاصابه من جانب كيفو، من جانب سانتون، من جانب ماتيراتزي. ومع ذلك حقيقه الانتر بهذه الصوره الواضحه والصريحه، انتر يبحث الان بعد ما سجل التعادل، يبحث عن الوصول الى الشباك للمره الثانيه في هذا الشوط، شوط المباراه الاول. كرة موجودة الآن، محاولة عالية، بالوتيلي مباراة ممتازة في مباراة اليوم. لدينا كرة في وسط الملعب وعندنا محاولة موجودة الآن للاعب الذي يحتفظ بالكرة. كرة ترسل للأمام، اللاعب باولو ساماركو. هنا محاولة المرور عن طريق اللاعب التشيلي سانشيز، وسانشيز يرسل كرة تترك الآن للخلف. محاولة جميلة، يا سلام، جميلة إلى أنطونيو ديناتالي الذي بالفعل استقبال الكرة ربما ما كان بالصورة المطلوبة، لكن 17 دقيقة على مستوى الأداء
وعلى مستوى المتعة وعلى مستوى الهدفين المسجلين بسرعة. مباراة حتى الآن بالفعل ممتازة. تياغو موتا بالدور الجديد بالمركز الجديد للغيابات العديدة. شنايدر الذي في مباراة اليوم عليه دور كبير كالعادة لأن ينقل الانتر إلى الأمام. ما يكون استقبال جيد للكرة. لا والله ما كان جيد الاستقبال الكرة الماضية التي تحولت بهذه الصورة إلى الخارج. ولاحظ الكرة التي بدأت بهذه الصورة من أحد أفضل لاعبي المباراة حتى الآن. ولاحظ الحماس الكبير هنا من جانب أيضا مايكون الذي لا يبدو راضيا عن استقباله للكرة بتلك الصورة التي كان عليه. المدرب الجديد اللي في مباراة الأولى في الجولة الماضية كان نجاح بعد الفوز في هذا الملعب على كالياري بهدفين لهدف. الفريق كان متأخر بعد 3 دقائق لكن دي ناتالي وسانشيز سجلوا هدفين في دقيقتين 68 و70 من الخسارة إلى فوز في المباراة الأولى لهذا الرجل القديم الجديد لأنه كان مدربا لعامين من 2007 حتى 2009 وقيل بعد ذلك جاء المدرب ديبياتي في هذا الموسم والآن يعود نفس المدرب الذي قاد الفريق في العام الماضي لعامين قبل ذلك. في خطأ يحتسب الآن في ضربة حرة مباشرة كذلك. وبالوتيلي بالفعل حتى الآن يسرق الأضواء. يعني أفضل لاعبي الانتر في المباراة حتى الآن هو ماريو بالوتيلي أو سوبر ماريو. ولكن هدفه حقيقة في هدف سوبر. هو لو شوية يركز في الملعب يخلي عنا الأمور الثانية هذه تسريحة الشعر يوقف شعره يرقد شعره يخلي عنها الأمور شوية يصبغ شعره يسوي كم شارع في شعره يترك عنها هذه الأمور. اللاعب اللي معانا في الصورة حكاية يعني لأنه يملك كل شيء في كرة القدم تبغيها من لاعب كرة القدم. السرعة المهارة القوة الإمكانيات الجسمانية. وحقيقة مدرب المنتخب الغاني الصربي طبعا هو صربي لكن مدرب المنتخب الغاني حقيقة السيد راجيفيتش يعني يتحدث عن أنه لا زال يأمل ولا زال يطمح بإقناعه بارتداء شعار منتخب غانا في بطولة كأس العالم القادمة. هو ما يبغي هو يقول أنا إيطالي وسألعب يوما من الأيام لإيطاليا. لكن المباراة مفتوحة على كافة الاحتمالات. كرة موجودة وسليمة وخطيرة جول للإنتر. جول ثاني. حكاية هدف الإنتر الثاني. شوف الأيام الصعبة يا الإنتر. تبين المخزون الراقي للإنتر الكبير. الأسابيع الصعبة الأيام الصعبة تظهر معدن الرجال الحقيقيين. يا سلام جوران باندف وين دييغو ميليتو إلى جوران باندف وجوران باندف على قدم مايكون وين حطها في الجول وبالتالي الانتر يتقدم بهدفين لهدف واحد. لكن هدفين للانتر كل واحد احلى من الثاني. 2-1. كنا نتكلم عن اودينيزي بعد دقيقتين سجل هدف بلمسة ساحرة من دي ناتالي إلى العائد بعد غياب عن التألق طبعا سيموني بيبي. لكن الانتر في الأيام الصعبة وفي الأسابيع الصعبة مضغوط من ميلان ومضغوط من روما ومضغوط في دوري الأبطال. لكن في الأيام الصعبة الانتر الكبير يتحدى الأيام الصعبة ويعود في الملعب الصعب بهدفين ولا أحلى. حلوة المباراة فعلا
نتكلم عن مباراة مر فيها 22 دقيقة، مباراة ممتازة على كافة المستويات، والانتر يتقدم بهدفين. ولاحظ ماريو بالوتيلي ربما أجمل 22 دقيقة أشاهدها لهذا النجم بقميص نادي الانتر. هذه كرة موجودة الأمام، عاد نوعية بالوتيلي يبغي له المدرب اللي يفهم، المدرب اللي لما يحتاج التشجيع يعطيه، ولما يحتاج قرصة الإذن يقرص له إذنه. ولاحظ الهدف الثاني الغاية في الروعة، مدافع لكن ب4 أهداف في الكالتشيو، مدافع ما يكون ظهير أيمن ولكنه يسجل 4 أهداف في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. عاد دور الآن في أوروبا، كل أوروبا ظهير أيمن مسجل 4 أهداف، ما تحصل ظهير أيمن مسجل 4 أهداف. في إنجلترا ما ظنتي، في إسبانيا ما أعتقد، وفي ألمانيا ما نو واي، وفي فرنسا مثلا ظهير أيمن مسجل 4 أهداف إطلاقا. لكن في إيطاليا عندنا ظهير أيمن ما يكون عنده 4 أهداف ويسجل ذلك وين؟ في الدوري الإيطالي. في الدوري الإيطالي خلت يقول من يسجل 10 أهداف، قلب الهجوم الذي يسجل 10 أهداف في الدوري الإيطالي في عامه الأول، فهذا يعني أنه مهاجم من طينة الكبار جدا في كرة القدم. اللي يسجل 10 أهداف، المهاجم اللي يسجل 10 أهداف كما يقول السيد خلت، فهذا يؤكد أنه من طينة الكبار جدا. فما بالكم بظهير أيمن مو مهاجم، ظهير أيمن يسجل 4 أهداف في بطولة الدوري الإيطالي. جواردادو الآن محاولة المرور، كرة فيها خطأ وصافرة، صافرة وخطأ، وعندنا مباراة حقيقة بعد 24 دقيقة على كافة المستويات. نتيجة الدور الأول موجودة، الانتر لما فاز في الدور الأول مع حكم مباراة اليوم السيد ماورو بيرغونزي، معانا ماورو بيرغونزي، وعندنا النتيجة كام؟ النتيجة 2-1 للانتر. ما حدث في الدور الأول مع نفس الحكم يتكرر حتى الآن بعد 24 دقيقة في الدور الثاني. وعندنا سيموني بيبي، وعندنا سانشيز التشيلي، وعندنا تقدم كل اللاعبين، وعندنا عودة معظم لاعبي الانتر إلى الأمام، والكرة موجودة الآن للأمام ولكن مرت ولا زالت خطيرة إلى أنطونيو دي ناتالي. هذه محاولة من جوفاني باسكوالي، والكرة لا زالت خطيرة وللأمام. أوقات صعبة تمر على الانتر بالفعل في الغيابات وفي الإصابات وفي الإيقافات وفي الإرهاق وفي السفر وفي دوري إيطالي وفي دوري أبطال أوروبا وفي كأس إيطاليا. الظروف صعبة، لكن الكبير عادة ما يتأقلم ويتغلب على الصعاب. ومباراة اليوم محطة أخرى في طريق الانتر، كرة موجودة من ضربة ركنية ولكنها مرت وعدت وتحولت هكذا إلى خارج أرضية الملعب. طبعا الكل يعلم بأن النادي أودينيزي ب 27 نقطة في مركز صعب للغاية. هذا هو اللاعب السويسري إلا عنده 7 حالات فوز 6 عادلات ولكنه تقبل 12 خسارة. لاحظ الجماهير القادمة من مدينة ميلانو إلى مدينة أوديني الإيطالية، ولاحظ الرجل الذي لا زال يسجل ولا زال يدون ولا زال أيضا يضع الملاحظات لأن يعطيها للاعبي فريقه فيما بين شوطي هذه المباراة. يعني حتى وهو خارج الملعب معاقب ب3 مباريات للإيقاف، لا زال الرجل الذي أيضا تحاصر كل الكاميرات. ولدينا محاولة، كرة في مكان خطير مقطوعة من جانب لوسيو، تقدم إيجابي للوسيو، كرة ترسل الآن إلى ويسلي شنايدر عن طريق بالوتيلي يتقدم للأمام، والمحاولة هذه المرة سهلة في أحضان حارس المرمى السلوفيني وهو سمير هاندانوفيتش. طبعا على ذكر حراس المرمى، الانتر يبدو أنه تعاقد رسميا مع حارس مرمى نادي سامدوريا الحارس لوكا كاستيلاتزي، هكذا على الأقل يقول وكيل أعمال هذا الحارس. لوكا كاستيلاتزي حارس مرمى جيد مع سامدوريا، لكن يبدو أنه سنشاهد مع الانتر في العام القادم لأن يكون ربما البديل للحارس الكبير جدا الحارس جوليو سيزار. كرة موجودة من جوران بانديف، لكن لمسة ممتازة لجوران بانديف بعد استلامة لكرة ميليتو
وإرساله لكرة من لمسة أولى مباشرة إلى قدم مايكون المنطلق من الخلف، وبالتالي يسجل هدفا جميلا. شوف المدرب الناجح ما يستكين، ما يهدى، ما يقول والله أنا متصدر، أموري طيبة، أموري جيدة، أموري في السليم. يسجل، يدون، لا يترك شاردة أو واردة، لا يترك مجالا للصدفة. أنت الآن أمام أنظار الكل، محاسب من الكل، ويتربص بك المتربصون، وبالتالي عليك بالعمل، العمل ثم العمل ثم العمل ثم العمل. وفي عمل موجود الآن في مكان خطير، يا سلام، مرور كان لأنطونيو دي ناتالي، لكن من أجمل 28 دقيقة لعبت حتى الآن في الكالتشو لهذا الموسم، ربما هي الأجمل، وفيها أجمل شوط حتى الآن أشاهد شخصيا لماريو بالوتيلي طبعا مع فريق نادي الانتر. هذه اللعبة ما في تسلل، في لمسة ممتازة للأمام، وبعد ذلك محاولة من جانب دي ناتالي، لكن كما ذكرت يعني أمطار غزيرة كانت قبل أن تبدأ المباراة وحتى أثناء الآن المباراة. وسلامات إن شاء الله لأنطونيو دي ناتالي. اليوم عندنا كما ذكرت هدافي الدوري الإيطالي حاضرين. دي ناتالي المصاب الآن عنده 18 هدف، 6 بالقدم اليمنى، 3 بالقدم اليسرى، 1 بالراس، سجل بالراس، سجل 3 ضربات جزاء، وعنده هدفين من ضربتين حرتين مباشرتين، وعنده هدف مباشرة من ضربة ركنية. النجم أنطونيو دي ناتالي الذي يقود طبعا صراع المنافسة على لقب هدافي الدوري الإيطالي، نأمل سلامته. والكابتن القدير محلل الجزيرة الرياضية طبعا شيزاري مانديني كان يقول وكان يتمنى أن أنطونيو دي ناتالي مثلا يلعب لفريق آخر لديه طموح المنافسة على سكوديتو وليس نادي أودينيزي. يعني يقول بأنه قادر على النجاح مع أي فريق كبير كالإنتر، كميلان، كروما، كاليوفنتوس، لكن شوط ممتاز حتى الآن. شايف الكرة موجودة الأمام، ما أدري ليش حاطين أودينيزي إنتر يا جماعة، صلحوا يا جماعة، صلحوا. أودينيزي 1 إنتر 2، وهذه الكرة موجودة والكرة خطيرة وتصطد إلى خارج أرضية الملعب، كرة إلى ضربة ركنية، ودي ناتالي الآن يعود إلى أرضية الملعب بعدما عولج، وبالتالي يعود هداف المسابقة الآن وثاني هدافي المسابقة دييغو ميليتو. واليوم الاثنين حتى الآن ما سجلوا كرة عالية من ضربة ركنية، لكن المباراة قائمة وكل الاحتمالات واردة في مباراة اليوم. جنوا بولونيا 2-2 اوكي، لكن انتر 2-1 على اودينيزي. مباراة رائعة للغاية، محاولة المرور لكن استقبال الكرة من جانب المدافع ايضا كودا او لوكوفيتش. هنا محاولة المرور، الكرة ترسل الآن لباولو ساماركو، محاولة المرور تبدو جيدة. اللاعب ساماركو اللاعب القادم من سامدوريا في بداية هذا العام، وهذه الكرة الآن للكابيتانو، والعرقلة موجودة والخطأ بعد ذلك للكبير وللأمين أيضا على شعار نادي الإنتر الكابيتانو خافير زانيتي. لكن الكل يعلم بأنه الآن في الدوري الإيطالي يعني نحن في أصابع لا شك أنها هي حاسمة جدا. الإنتر ما تبقى الإنتر مباراة القادمة أمام جنوا في جوزيبي مياتا، بعد ذلك تانيا، ثم باليرمو، ثم ليفورنو، ثم من يوم 28/3. هذا تاريخ مهم جدا للإنتر، لأنه في هذا اليوم يرحل إلى روما ليقابل في الأولمبيكو نادي روما. يوم 28/3 الموعد الكبير في ضيافة روما. الإنتر في كرة ملعوبة الآن وموجودة، بعد ذلك يقابل بولونيا في ملعبه، ثم يرحل مقابلة فيورنتينا في ارتيمو فرانكي، ثم بعد ذلك يستضيف اليوفنتوس أيضا في موقعة ديربي إيطالي الكبير، ثم بعد ذلك أيضا مع أتلانتا، مع لاتزيو، مع كيفو، ويلعب آخر مبارياته خارج أرض أمام نادي سيينا.
يوم 16 مايو. ربما جرت العادة في السنوات الماضية أن الانتر أمام سيينا آخر مباراة في الدوري، لكن لدينا انطلاقة ممتازة جدا للوسيو الذي وميلان يتقدم الآن في مباراة أمام أتلانتا. ميلان المطارد المباشر على بعد 4 نقاط الآن يتقدم، والأمور الآن إلى 4 نقاط إن سارت الأمور هنا بتقدم الانتر، وإن استمرت الأمور كذلك هناك بتقدم نادي ميلان. كرة موجودة وخطأ خطأ. هذا أبو القاسم الشابي شاعر تونس الكبير الرائع، والذي قال يوما إذا الشعب يوما أراد الحياة، لكن ربما اليوم في عند جماهير الانتر إذا الانتر يوما أراد سكوديتو، فيجب أنه يتخطى كل الصعاب، وهذه مباراة صعبة في ملعب صعب أمام فريق أمام الكبار يعود صعبا. هنا محاولة، كرة ملعوبة الأمام تعود إلى ماريجا الكيني الوحيد في تاريخ الكالتشو الذي يلعب في الكالتشو. عاد والله بعدي يعني من يأتي من بعده من الكينيين ويلعبون في الكالتشو ليس مهما بالنسبة له، لأن التاريخ يدون أن هذا اللاعب الأسمراني الكيني اللي معانا في الصورة الآن ماكدونالد مو بكنتاكي، لا ماكدونالد ماريجا أول كيني يلعب في الكالتشو الإيطالي. لدينا محاولة إلى خارج أرضية الملعب، وعندنا شوط حقيقة من أجمل وأروع الأشواط التي تلعب الآن في الدوري الإيطالي. ماريو بالوتيلي، استقبال جيد لماريو، والنظر بعد ذلك إلى الزميل موجود خافر زانيتي. شوف الإصابات الحاضرة في نادي الإنتر، حتى الكابيتانو يلعب اليوم وهو مصاب. كرة إلى سانشيز اللاعب التشيلي الدولي، محاولة موجودة حقيقة، لكن تشيلي كما تابعنا في الأخبار بالأمس يعني زلزال مدمر حقيقة، ضرب تشيلي أكثر من 8 درجات بمقياس ريختر. كان الزلزال الذي ضرب تشيلي وسقط أكثر من 150 قتيل حتى الآن. وهنا محاولة موجودة، يلعب هذا اللاعب التشيلي اليوم سانشيز مثلا مباراة اليوم، ولكن لا شك أنه بالأمس ربما معنا في الصورة مباشرة اللاعب التشيلي سانشيز، لكن ربما ما نام بالأمس، وربما الهاتف لم يتوقف عن الاتصال بالأهل والأقارب والأصدقاء في تشيلي للإطمئنان على حالة الأصدقاء هنالك بعد الزلزال المدمر الذي ضرب كما ذكرت تشيلي. هنا محاولة موجودة الآن، كرة من جوران بانديف من ماريو بالوتيلي. لدينا محاولة من ستانكوفيتش، ماريجا مايكون بالهدف الثاني الجميل، والكرة موجودة في الجهة اليمنى ترسل للأمام جوران بانديف، والكرة سهلة بعد ذلك عند الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش. فرانكو باريزي الشقيق الأكبر ولا الأصغر؟ لا والله الأكبر لفرانكو باريزي، هذا جوزيبي باريزي طبعا الذي لعب للإنتر بالمناسبة 16 سنة من 76 حتى عام 92، 18 مباراة دولية فقط، أقل من شقيقة طبعا فرانكو باريزي الذي لا يعوض في دفاع إيطاليا. فرانكو باريزي لعب 81 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده إيطاليا، بينما جوزيبي باريزي الذي اليوم يخطف الأضواء لأنه يجلس في مقاعد البدلاء مدربا بعد إيقاف السيد مورينيو ل3 مباريات بعدما بدر منه بلقطة اليدين المكبلتين. وهو يقول أن يعني ما راح تغلبوني في ملعبي إلا لو سجنتوني. وقد رأى الاتحاد الإيطالي ولجنة الانضباط هنالك بأن في ذلك إساءة للتحكيم الإيطالي، فكان القرار ب3 مباريات. لكن حلوة عمل الحركة، يدين مكبلتين وكأنه في السجن. ما راح تغلبوني في ملعبي إلا بالسجن، إلا لما تسجنوني. والأمور انتهت بالتعادل بدون أهداف. مباراة كانت صعبة جدا للإنتر أمام سامدوريا، لأنه منذ الشوط الأول كما نعلم الإنتر لعب ناقص لاعبين بعد حالتي الطرد على كوردوبا وعلى أيضا والتر سامون في تلك المباراة التي خرج منها الإنتر بالتعادل السلبي، وكان بالإمكان أن يخرج منها بالنقاط ال3 لولا الفرصة الخيالية للنجم سامويل إيتو، لكن حارس المرمى تألق في إبعاد تلك اللعبة.
لكن مباراة اليوم مباراة ممتازة بالفعل هنا في أرضية ملعب فريولي ستاديوم مشاهدي الجزيرة الرياضية. عندنا كرة تلعب الآن إلى سيموني بيبي، ترسل للأمام إلى سانشيز حارس المرمى جوليو سيزر، يخرج من مرماه بتوقيت ممتاز من أمام التشيلي إليكسيس سانشيز. هذا اللاعب الجديد القادم من ريفر بليت الأرجنتيني، وعنده هدف في 19 مباراة، وهذه المباراة رقم 20 مساء اليوم. اللاعب الذي يخوض عامه الثاني على التوالي بقميص نادي أودينيزي. محاولة قائمة الآن تبعد من الكولومبي غواردادو، تعود الآن وفيها محاولة سريعة. ولاحظ أن الفريق الموجود في المركز الخامس عشر بالدوري الإيطالي أمام المتصدر، ومع ذلك مباراة مفتوحة في الأداء، ما في تراجع، ما في حسابات دفاعية. ستانكوفيتش، كرة تعاد من جوفاني باسكوالي، اللاعب القادم من ليفورنو، ولكنه اللاعب الذي عاش لسنوات من عام 2002 حتى 2005 كان أحد لاعبي فريق نادي الإنتر. وحقيقة عندما بدأ حياته مع الإنتر الكثيرون توقعوا أن يكون جوفاني باسكوالي مثلا الظهير المميز مع المنتخب الإيطالي، لكن حقيقة لم يرتقي إلى مثل هذه الطموحات. تحول بعد ذلك إلى لاعب عادي جدا مع ليفورنو، ثم الآن مع نادي أودينيزي، اللاعب الذي تنبأ الكثيرون بأن يكون شيئا مهما في كرة القدم الإيطالية عندما بدأ حياته الأولى مع فريق نادي الإنتر. كرة الأمام إلى ماريو بالوتيلي، مباراة على كافة المستويات ممتازة جدا من ماريو بالوتيلي في مساء اليوم. شنايدر أو ستانكوفيتش، ماريجا عند الكرة الآن، الكيني يرسلها الأمام ولكن مقطوعة. الفكرة حلوة باتجاه طبعا دييغو ميليتو، زائر الشباك المعتاد. كرة من سانشيز وما فيها شيء. الآن القرار على وجود، ولاحظ 5 أهداف في مباراة جنوا وبولونيا، 5 أهداف كاملة هنالك في شوط أول لا زال، وفي انذار على الكابتن الكبير خافر زانيتي. أجواء باردة والأمور في الملعب ليست باردة. عندنا 3 أهداف حلوة، عندنا بداية ممتازة بعد دقيقتين لنادي أودينيزي بهدف عن طريق سيموني بيبي، لكن الإنتر يعود والنظرات الآن. ولاحظ أن الرجل الذي يعلم أن هناك 5 دقائق متبقية على زمن الشوط الأول يغادر الآن ربما إلى غرف الملابس. يعني مصر وفي كل ما يأتي به دائما ما يكون هدفا للمصورين، للكاميرات، للنقاد، للإعلام، مادة خصبة. والله المفروض في إيطاليا يدفعوا له طبعا الصحفيين. كرة خطيرة طبعا يدفعوا له لأنه يتقاضى 11 مليون يورو في العام من نادي الإنتر. وبالمناسبة لعلها المرة الأولى في تاريخ كرة القدم الإيطالية التي يتقاضى فيها مدرب أكثر من كل اللاعبين، يعني أكثر راتب في إيطاليا ليس للاعب كرة قدم وإنما للمدرب السيد مورينيو. لكن أتحدث عن الإعلاميين، عن الصحافة، عن محطات التلفزة مثلا. هو أوريدي يأخذ طبعا، لأن عندما مثلا تطلب سكاي في برنامج في أن يكون ضيفا يتقاضى مبالغ طائلة لا شك في ذلك. هذه فترة الآن هو مطلوب في كل مكان، وهو مدرب ناجح بلغة الأرقام. وعندنا كرة موجودة الآن لسانشيز، والتسديدة موجودة، والتصدي للحارس الكبير جوليو سيزر. يعني بكل حياد أقول بأن جوليو سيزر الآن هو أفضل حارس مرمى في العالم بلا منازع. يعني نادرا ما يمر حارس مرمى فترة ليست بالقصيرة مستوى ثابت. ولدينا شنايدر يعود الآن، ولدينا لاعب من الانتر مصاب، وكرة موجودة من جانب ماريو بالوتيلي، ولكن دييغو ميليتو مصاب في أرضية الملعب. دييغو ميليتو مصاب في أرضية الملعب. دييغو ميليتو، وطبعا هنا الاحتجاج من جانب لاعبي نادي الانتر ومن جانب القائد، والاحتجاج من جانب زانيتي في اعتقادي أنه يعني لاعبي نادي ربما أودينيزي ما أبعدوا الكرة في اللحظة التي كان فيها مصابا. ولاحظ هذه الكرة، تصرف من جانب كودا.
من جانب كودا. يعني ما هكذا تكون الأمور وما هكذا، لكن شايف حكم المباراة ونفس الحكم الذي أدار لقاء الفريقين في الدور الأول. والحديث مع النجم الأرجنتيني الإيطالي، لأن عنده الجواز الإيطالي، لكن طبعا هو أرجنتيني أبا عن جد، وسيكون مع منتخب الأرجنتين في مباراة ودية أيضا مع مارادونا ضد ألمانيا. مباراة بحول الله تعالى يوم الأربعاء القادم أيضا حصريا عبر الجزيرة الرياضية. ويوم الأربعاء القادم بالمناسبة يعني الجزيرة الرياضية عندها كم كبير جدا من المباريات الإعدادية الودية الرسمية، لكن فرنسا واسبانيا ايضا حصريا عبر الجزيرة الرياضية، انجلترا ومصر حصريا عبر الجزيرة الرياضية. ميلان اضاف هدف ثاني في مباراته امام اتلانتا الان، وبالتالي ميلان يبدو انه في الطريق لفوز سهل في مباراته امام اتلانتا بيرغامو. لا شك الاخبار وصلت الان من ميلانو الى ملعب فريولي ستاديوم بان ميلان في الطريق الى فوز سهل، وبالتالي على الانتر ان يستمر هكذا في العمل الجاد من أجل الوصول إلى النقاط الثلاث، وبالتالي يبقي فارق النقاط الأربع بينه وبين ميلان. الكرة إلى ضربة ركنية وسانشيز على التنفيذ، ولوسيو يتأهب الآن وحالية وللأمام، ولكنها تصل بعد ذلك عند الحارس البرازيلي جوليو سيزار. ماورو بيرغونزي حكم مباراة اليوم. آخر مباراة أدارها الإنتر كانت 1-1 ضد بارما، المباراة اللي تعادل فيها الانتر 1-1 خارج أرضه. وآخر مباراة أدارها لأودينيزي أيضا كانت في هذا الملعب، مباراة تعادل مع لاتزيو 1-1. يوم دي ناتالي سجل في تلك المباراة، ولكن دي ناتالي ما سجل اليوم، صنع الهدف الوحيد لفريقه في هذه المباراة. هنا محاولة موجودة ستانكوفيتش، لكن للأمانة ما تشعر أن الانتر ناقص إطلاقا، تشعر أن الانتر يلعب كامل العدد. وبالوتيلي خطأ لصالحه ضد الكولومبي غواردادو. نتيجة 2-1 هي من ثاني أكثر نتيجة حضورا في الدوري الإيطالي بعد نتيجة 1-1. يعني حتى ما قبل انطلاقة هذه الجولة 1-1 هي النتيجة الأكثر حضورا. 31 مرة حضرت نتيجة 1-1، لكن 2-1 النتيجة التي تحدث الآن للمرة رقم 30، هي ثاني أكثر النتائج حضورا في الكالتشو الإيطالي. بعد ذلك 1-0 حدثت في 27 مناسبة قبل طبعا انطلاقة هذه الجولة. ولاحظ أن ابن 36 من العمر زانيتي يقدم كالعادة مباراة كبيرة، ونحن نقترب الآن من الدقيقة الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول. انتر أفضل من حيث الاستحواذ، وانتر متقدم بهدف، وكرة خطيرة، جول ثالث للانتر. انتر اليوم رايق، انتر يلعب اليوم مباراة يا لها من مباراة، ويسجل 3 أهداف كل واحد أحلى من الثاني، كل هدف أحلى من الثاني. وشوف اللعبة ورجل المباراة بلا منازع ماريو سوبر يرسل كرة في المكان عاد ما يضيع. يا حبة لهذه الكرات، يا حبة لهذه الكرات. الرجل الكبير دييغو مارادونا، لا دييغو ميليتو، لكنه والله خذ من دييغو مارادونا. دييغو ميليتو يسجل هدف الانتر الثالث. الاخبار سعيدة للانتر الكبير بالفعل في مباراة كبيرة جدا في شوط المباراة الاول، لكن رجل المباراة بلا منازع ماريو سوبر سجل وصنع استعرض. يعني لو يستمر بس بهذا المستوى، لا والله لبي إلا مو باللي يفكر يجيبه، إلا يترجاه. عاد تصور لبي يترجى لبي يترجى بالوتيلي، لكن على مستوى اليوم والله. وجوزيبي باريزي
ابسط يا عم. مصائب قوم عند قوم فوائد. وإيقاف النجم مورينيو يعطي الفرصة لرجل كبير في تاريخ الانتر، جراندي انتر يظهر اليوم، لكن ماريو سوبر يظهر اليوم بشكل راقي. والانتر مشاهدي الجزيرة الرياضية رغم الغيابات والإيقافات والصعوبات التي واجهها في الأسابيع الماضية، ورغم أيضا انطلاقة ميلان وتوعد روما، لكن انتر في الشوط الأول يقدم ربما أجمل أشواطه في هذا الموسم، وينهي مباراته أمام فريق نادي أودينيزي متقدما 3-1. لا زال للمباراة بقية مشاهدي الجزيرة الرياضية عبر الجزيرة الرياضية، لا تذهبوا بعيدا، فبعد الفاصل الزميل رؤوف بن خليف يلتقيكم فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. وقد خطف الأضواء بعد مردود ممتاز في الشوط الأول من مباراة اليوم. أجواء باردة تقام فيها أرضية وفيها المباراة في ملعب فريول ستاديوم، الملعب الذي يتسع ل 41,650 متفرج، ولكنه لا يبدو كامل العدد في مباراة اليوم، ربما لظروف البرد، ربما أيضا لأن نادي أودينيزي مستضيف هذه المباراة ليس في أفضل حالاته، بل إنه يترنح هكذا في المركز الخامس عشر في بطولة الدوري الإيطالي. الشوط الثاني من المباراة يبدأ وما في تبديلات، هذه كرة موجودة للأمام، ما في تبديلات. عندنا أودينيزي بهاندانوفيتش في المرمى، عندنا جواردادو الكولومبي، كودا، زاباتا الكولومبي، لوكوفيتش الصربي، إنلر السويسري، بيبي باسكوالي، ساماركو والتشيلي سانشيز، وهداف الدوري معانا في الصورة أنطونيو دي ناتالي. لكن الانتر بالتشكيل الحالية بجوليو سيزر، مايكون لوسيو، تياغو موتا، زانيتي، ماريجا، ستانكوفيتش، شنايدر، دييغو ميليتو وبالوتيلي والمقدوني جوران باندف. هذه التشكيلة التي راهن عليها السيد مورينيو ولم تخيب آماله، لأنها هي أنهت الشوط الأول ب3 أهداف. مرور ممتاز للتشيلي سانشيز، يتقدم للأمام، يرسل كرة الآن للمنطلق أيضا اللي هو دي ناتالي، لكن شوف كم لاعب موجود أمامه حقيقي من لاعبي نادي الانتر، هذا يصعب من مهمته وهذا يسهل من مهمة فريق الانتر المتقدم الآن في المباراة 3-1. نتيجة تبدو ممتازة بالفعل، لكن حتى الآن حسابات الدوري بفارق النقاط الأربع، لأن ميلان أنهى الشوط الأول متقدما على أتلانتا بيرغامو بهدفين نظيفين، وبالتالي إن فاز الإنتر وفاز ميلان فالمطاردة مستمرة. لكن أيضا ننتظر نتيجة مباراة روما الذي أنهى الشوط الأول في ملعب نابولي بالتعادل بدون أهداف. آخر مباريات هذه الجولة حقيقة مباراة السهرة مساء اليوم في ملعب رينزو باربيرا، الملعب الصعب الآخر في كرة القدم الإيطالية. باليرمو يستضيف اليوفنتوس في آخر مباريات هذه الجولة، ولدينا شنايدر ينطلق للأمام، كرة مقطوعة من جانب اللاعب المدافع الكولومبي زاباتا، كولومبي آخر وهو جواردادو. عندنا كرة الآن ترسل للأمام من باولو ساماركو، عندنا محاولة عن طريق لاعب الانتر السابق جوفاني باسكوالي، وكرة بالفعل باتجاه باسكوالي، الكرة مرت واصطدت في مايكون وفي ضربة ركنية الآن لفريق نادي أودينيزي. أودينيزي بالمناسبة يعني عنده صار له سنوات وسنوات، وكرة خطيرة ملعوبة الأمام، هنا محاولة من جواردادو. يعني أودينيزي ما فاز على الانتر، وهذه كرة فيها ماذا؟ ما فيها شيء، ما فيها شيء، فيها صيحات من المدرجات تطالب بضربة جزاء، لكن القرار من جانب الحكم بيرغونزي تشير بالفعل الى استمرار الكرة. الكرة مستمرة الآن يا سلام، مباراة ممتازة للتشيلي سانشيز، وكرة خطيرة في المكان الخطير، وفرصة موجودة الآن، والتسديدة التصدي من جوليو سيزر. إلر اللاعب السويسري الدولي، مرور كان ممتاز، العرضية مثالية، شوف الكرة تعاد على قدم دي ناتالي سدد، والكرة بعد ذلك هذه اللعبة اللي في اعتقادي فيها ضربة جزاء، نعم فيها ضربة جزاء، لأن الدفع كان واضح من شنايدر على جواردادو، لكن الحكم ما شاهدها، وبالتالي الكرة تستمر. وهذه الكرة الخطيرة اللي كان بالإمكان لأنطونيو دي ناتالي، شايف الدفع موجود، نعم الدفع موجود من ويسلي شنايدر. أودينيزي مثل ما قلت ما هزم الانتر في آخر 13 مباراة متتالية. مورينيو كان يسأل مساعدة فيها بلنتي ولا ما فيها؟ لا والله فيها.
فيها بلنتي. آخر 13 مباراة جمعت الفريقين 7 حالات فوز للإنتر، 6 تعادلات. وآخر فوز لأودينيزي يعود إلى 2004 على الإنتر ما كان في هذا الملعب، كان في جوزيبي ميازا لما فاز 2-1 في جوزيبي ميازا. جيامبيرو بنزي ودينو فافا مقابل هدف للإنتر عن طريق خوليو كروز. لكن آخر فوز لأودينيزي هذه اللعبة واضحة وصريحة ما يبغي لها كلام، يعني كان يبغي لها قرار جريء جدا من حكم المباراة السيد بيرغونزي ويعطي الحق لأصحاب الحق، وكانوا أصحاب الحق في الكرات الماضية نادي الإنتر. لكن كما ذكرت آخر فوز لأودينيزي على الإنتر في هذا الملعب يعود إلى 7 سنوات ماضية. اليوم اللي في الصورة جوزيبي باريزي، يومها فاز 2-1 أودينيزي. روبرتو موتزي وياكوينتا اللي طبعا الآن مع نادي اليوفنتوس، وكان هدفي نادي أودينيزي في تلك المباراة. عندنا ضربة حرة مباشرة، كرة موجودة وخطيرة وجول. ما احتسبها ولا ما احتسبها؟ ما احتسبها. تسلل، نعم تسلل، لكن كرة خطيرة جدا، كرة خطيرة في البداية من أنطونيو دي ناتالي. القرار على تسلل، لكن لعبة خطيرة جدا 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 جدا. وبيبي زار الشباك مرة أخرى، لكن الزيارة هذه المرة تلغى هذه اللعبة. هم كانوا محتاجين ضرب، نعم ضربة جزاء، نعم ضربة جزاء، لأن اليد الممتدة من الكابيتانو من خفر زانيتي على ضربة جزاء. ضربة جزاء أولى ما احتسبت، ضربة جزاء ثانية تحتسب في مباراة غاية في الإثارة. يتقدم دي ناتالي، يسدد، جول هو الثاني ويقلص الفارق الآن. 3-1 كانت شوية مريحة، 3-2 الآن صعبة وأفراح عند مشجعي نادي أودينيزي. طار لها حقيقة بتألق كبير جدا الحارس الكبير جوليو سيزار، لكن الكرة كانت قوية وكانت مسددة في زاوية سليمة، وبالتالي الكرة تستقر في الشباك ويسجل دي ناتالي الآن من ضربة جزاء. ولاحظ 5 أهداف في المباراة الآن توزعت عبر الشوطين، 4 أهداف في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني من هذه المباراة المثيرة جدا. أعيد ما قلت في الشوط الأول، الفريق اللي يسجل هدفين ويلعب مباراة كبيرة الآن أمام الإنتر، متصدر الدوري، بطل الدوري في آخر 4 سنوات متتالية، متصدر بطولة الدوري الإيطالي لهذا العام، هو الفريق الموجود في المركز ال15 في بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم. هذه هي دروس كرة القدم، العطاء في الملعب. عندنا كرة من جواردادو، زبات الآن كولومبي يرسلها الأمام، موجودة الهدف رقم 19 لدي ناتالي، وقبل ذلك 15 هدف للنجم أيضا. يلعب مباراة بالفعل كبيرة، وحكم المباراة الآن ماذا يحتسب في اللعبة الماضية؟ لمسة اليد على بالوتيلي، لكن مباراة مثيرة جدا. واليوم لو كان اليوم الكابتن جمال الشريف حاضر، كرة خطيرة، فرصة، سانشيز عامل مباراة كبيرة لتشيلي، ولو كملها في اللعبة الماضية شوف حطها وين، حطها في المكان اللي موجود فيه جوليو سيزار. لعب مباراة كبيرة لتشيلي، لكن في الكرة الماضية ما تصرف بالشكل الجيد. كرة ضاعت ومرت وعدت وتحولت عند حارس المرمى جوليو سيزار. انتر لازال يحافظ على نقاط ال4 ما بينه وبين ميلان، وسيكون سعيدا ان جاءته الاخبار السارة من نابولي على ان روما يتعرقل هنالك بالتعادل او بالخسارة مثلا. لكن بيرغونزي
فوت ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس بدفعة يد واضحة من جانب ويسلي شنايدر على جواردادو، لكنه بعد ذلك بدقائق قليلة جدا احتسب ضربة جزاء. الكرة من ضربة حرة مباشرة، دي ناتالي يسدد وتصطد في يد بالوتيلي، وبالتالي إلى ضربة جزاء تحتسب تسجل. اليوم عندنا أداء كبير، وعندنا ويسلي شنايدر كالعادة متألق، وعندنا ضربة حرة مباشرة موجودة، ضربة حرة مباشرة في مكان جيد. كرة ترسل للأمام الآن عالية وتبعد من جانب زاباتا، هذا المدافع المطلوب من أكثر من نادي في إيطاليا على رأس نادي ميلان. المدافع الموجود الآن، كرة موجودة وخطيرة ولكن تبعد كذلك إلى خارج أرضية الملعب. لوسيو، ولحظة التفكير العميق والنظرات اللي فيها تركيز، وهذه الكرة اللي فيها أيضا لمسة يد، والمطالبة هنا بضربة جزاء أخرى. عاد صعب، لو كل ضربة جزاء احتسبت ضربة جزاء ممكن تكون يعني نتائج كرة القدم شوية قريبة من كرة اليد، لكن القانون واضح وصريح. إذا كان هناك إذا رأى الحكم أن ضربة الجزاء في أي موقع ضربة جزاء فعليه أن يحتسبها حتى مهما كان العدد. لكن بالفعل أجواء مثيرة تماما في مباراة اليوم، وهذا الرجل يبدو أنه أعطى الدفعة المعنوية باسكوالي مارينو. يعني هو طبعا استلم الفريق في الجولة الماضية، فاز على كالياري بهدفين لهدف واحد. اليوم يقابل الانتر المتصدر، وحتى الآن يقدم أمام مباراة كبيرة جدا. ولدينا جوزيبي باريزي، الرجل الذي عاش في الظل مع مورينيو، ولكنه اليوم يتنفس السعداء لأن مورينيو معاقب ويتابع المباراة من المدرجات، والتعليمات تأتي من مورينيو، لكن التنفيذ في أرضية الملعب، في التبديلات، في كل شيء يأتي من الرجل الذي لعب للإنتر من المباريات 392 مباراة وسجل 10 أهداف. جوزيبي باريزي الشقيق الأكبر لفرانكو باريزي. محاولة موجودة من جانب زانيتي، ماريجا، ستانكوفيتش، اللعب الأمام من جوران بانديف. يعني اليوم بانديف مثلا لاعب وسط، لأن دييغو ميليتو مع ماريو بالوتيلي هما لاعبي خط الهجوم. اليوم أيضا تياغو موتا مدافعا على غير العادة. واليوم وكل يوم عندنا الزانيتي متألق، وكرة موجودة من ماريو بالوتيلي، لكن عند حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش. كرة فيها مرور جميل للأمام، وسيموني بيبي. مباراة تعيد إلى الأجواء مرة أخرى. هنا محاولة موجودة، لكن جواردادو طالت من أمامه وتحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب. شايف هذا جواردادو اللاعب الدولي الكولومبي. شايف اللعبة الماضية، ولاحظ الكابيتانو المنطلق المتألق دائما، يتألق وكل يوم وكل عام، كل يوم وكل شكل وكل 10 سنوات وكل السنوات. هذا الرجل الذي جاء مغمورا، وعندما دخل إلى مركز التدريب في نادي الانتر في عام 95 ما كان أحد يعرفه إطلاقا. من هذا المجهول، من هذا الشاب المغمور القادم من فريق ليس بشعبية البوكا، وليس بشعبية الريفر بليت، وليس بشعبية الاستوديانتس، وليس له اسم يوازي اسم الفريق الآخر في كرة القدم الأرجنتينية، أرجنتينيوس جونيور، وليس هو الفريق القادم منهم الفريق الذي قدم في البدايات الأولى لانوس أو الأسطورة مارادونا، وهو نادي لانوس، قادم من نادي بانفيلد، لكن بعد ذلك يتحول إلى الرمز الكبير جدا في نادي الانتر، إنه الكابيتانو خافر زانيتي. كرة موجودة، وقوع على الأرض في اللعبة الماضية، والانتر الآن يستحوذ على الكرة، وفي مرور ممتاز من جانب لوسيو. الكرة تلعب الآن جوران بانديف، خطيرة هذه ولكن تبعد. أتلانتا قلص الفارق، وتأتي أخبار سارة الآن، لأن أتلانتا يقلص الفارق في مباراته أمام ميلان. هنا محاولة فيها استقبال جيد للكرة من شنايدر. 2-1 لميلان، 3-2 للانتر في ملعب اودينيزي. 4 نقاط لا زالت تفصل بين قطبي مدينة ميلان الكبيرين.
عاد ما في مباراة تجمعهم، خلاص ديربي ميلان في الدور الأول والدور الثاني ب4 أهداف نظيفة للإنتر وبهدفين نظيفين للإنتر، ب6 أهداف نظيفة للإنتر في مجموع المباراتين عندما يتعلق الأمر بديربي مدينة ميلانو. لكن لا زالت المباريات المتبقية صعبة جدا لفريق نادي الإنتر ولميلان كذلك ولروما كذلك، وهم الفرق الثلاثة التي لا شك بطولة الدوري لن تخرج عن أحد هذه الفرق الثلاثة. روما يتقدم الآن في ملعب نابولي في الملعب الصعب، روما يتقدم كرة خطيرة والحارس هاندانوفيتش أبعدها بتألق لافت. يوم الأربعاء القادم هذا الحارس سنشاهده في مباراة سلوفينيا أمام منتخب دولة قطر في مباراة ودية بحول الله تعالى عبر الجزيرة الرياضية. كرة موجودة الآن من ماريو بالوتيلي، لكن جنوا وبولونيا 3-3. يا لها من جولة مجنونة مساء اليوم. عندنا 6 أهداف في مباراة جنوا وبولونيا، عندنا 5 أهداف حتى الآن في شوط ثاني فقط في هذه المباراة. كرة موجودة إلى ما بالوتيلي يحاول المرور ويستقبلها الآن جواردادو، ومع ذلك يحتفظ بالكرة ويعرقل. لعيب يا جماعة، لعيب يعني لو يركز فقط في الملعب ويترك عنا السهرات ويترك عنا النزوات ويترك عنه أصدقاء السوء ويترك عنه ولا يصدق اللي يقولوا له شكلك حلو انت عامل لك شارعين 3 في راسك، يودر عنا هذه الامور ويجد حقيقة من يصدق في القول ومن ينصحه نصيحة لله لأن يكون هذا اللاعب بالوتيلي بعد ذلك لاعبا كبيرا في سماء كرة القدم الأوروبية والعالمية. ماريو بالوتيلي، لكن في مباراة اليوم يقدم بالفعل أداء جميل. لدينا ماريجا الآن يحاول المرور والكرة تعاد للخلف. خافر زانيتي المتراجع الآن لأن لوسيو متقدم. زانيتي مرة أخرى عالية ترسل إلى ويسلي شنايدر في وضعية ممتازة، سريع هذا اللاعب، لكن الراية تأتي متأخرة بعض الشيء. يعني الراية بالفعل متأخرة جدا مش بعض الشيء. شايف هو التسلل موجود ولا خلاف على ذلك، لكن وين متى رفع الراية؟ رفعها متأخر جدا. في بديل الآن، في تبديل الآن. أعتقد أن الغاني إيمانويلي بادو، ربما إيمانويلي بادو مكان جوفاني باسكوالي لاعب الانتر السابق من عام 2002 حتى 2005. يترك أرضية ملعب جوفاني باسكوالي، وعندنا اللاعب من البديل الآن في المباراة. خلونا نشوف الرقم. باسكوالي بالفعل خارج أرضية ملعب جوفاني، وبالتالي هذا هو البديل في مباراة اليوم. وعندنا حتى الآن مباراة حقيقة على مستوى كبير جدا، وعندنا بالوتيلي اللي معانا في الصورة يقدم مباراة كبيرة للغاية مساء اليوم. هنا محاولة موجودة وبالوتيلي نفسه يرتكب الآن خطأ في اللعبة الماضية. أجواء حماسية في الملعب، الأجواء جدا حماسية. وساماركو كان مصاب في الكرة الماضية، ولا زال التفكير العميق جدا من جانب السيد مورينيو، لأنه يعلم أن الأمور ليست في مأمن وأن الأحوال ليست جيدة، وأن نادي مثل أودينيزي تعود على أن يكون ندا خصما عنيدا عندما يقابل الكبار. حتى الآن في مباراة اليوم يثبت ذلك بالفعل هذا الفريق. هنا محاولة موجودة، الكرة في وسط الملعب. هذا اللاعب أساموا نعم، كواندي أساموا، اللاعب الغاني الدولي أساموا، اللاعب الذي برز بشكل ملفت للأنظار في بطولة كأس العالم أو كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في أنغولا. واختصاص نادي أودينيزي حقيقة في التعاقد مع اللاعبين الأفارقة تحديدا، وبعد ذلك ينطلقون إلى أندية كبيرة. ونذكر أن النجم المصري حازم إمام قد كان ولا زال أول عربي يلعب في نادي أودينيزي حقيقة. هنا محاولة موجودة وهذه كرة خطيرة وتبعد الآن من جانب مايكون،
وعندنا لمسة يد على السويسري إنلر في الكرة الماضية. جوكن إنلر اللاعب القادم في عام 2007 من نادي FC زيورخ السويسري. كرة تلعب للأمام الآن، مقطوعة من زباتا. ميلان أضاف هدف ثالث في مباراة أتلانتا وتقدم 3-1، وعاد الأمور إلى فارق الهدفين، وعاد الأمن والأمان والاطمئنان عند جماهير نادي ميلان في سان سيرو. لكن بالفعل يوم وأسبوع مهم جدا وحاسم ربما، وكرة بالخط أيضا تبعد من أمام ماريجا. هذه الكرات مو اللي تموت مورينيو، اللي فعلا يعني أخطر وتخليه يطلع عن طوره كمدرب طبعا. عندما يتعلق الأمر بلاعب خط وسط يضيع كرة ويهديها إلى الفريق الآخر في هذا المكان الخطر جدا، لأن مكان يؤدي بعد ذلك إلى المرمى مباشرة، يعني ما في مجال للتعويض. في انذار في الكرة الماضية على باولو ساماركو اللاعب القادم من نادي سامدوريا في بداية هذا العام. المطر مؤذي. الجينات الوراثية اللي عند زانيتي يا ليت موجودة عند كل لاعبي كرة القدم. لاعب عمره 36 سنة، ولكن يعني لا يمكنك تصدق أن لاعب في هذا العمر يؤدي هذا الأداء، يلعب بهذه الحيوية، يقاتل وكأنه ابن 20، يهاجم ويتراجع ويؤدي كل الأدوار. ولدينا خطأ على بالوتيلي في الكرة الماضية، وفي انذار الآن على ماريو بالوتيلي. انذار على ماريو بالوتيلي في أجواء ماطرة كما نشهد ونتابع، وفي جولة صعبة للغاية. الانتر تاريخيا مباراة اليوم تحمل الرقم 2570 في مشواره، والحديث هنا عن هذا الرجل مورينيو. طبعا عند حتى الآن 1274 فوز مقابل 732 تعادل و664 خسارة. هذا مجمل ما فعل الانتر في الكالتشيو في تاريخه. لدينا محاولة مرور، الكرة موجودة الآن للأمام، ومحاولة من جانب أساموا، يا سلام يا سلام، كرة خطيرة موجودة أمام المرمى، عدت ومرت فرصة لنادي أودينيزي. فيها المرور وفيها العرضية السليمة، لكن ما فيها المتابعة. لاحظ الكرة من أساموا، وبعد ذلك الكرة العرضية من لوكوفيتش اللاعب الصربي ألكسندر لوكوفيتش. كرة موجودة، يشعر بالخطر جوزيبي باريزي، ويشعر بالخطر كل محبي فريق نادي الانتر، لأنه بالفعل المباراة الآن في هذه الظروف الصعبة جدا، وما أكثر المتربصين بالانتر، المتربصون بالانتر وطامحون في إزالة عن عرش سكوديتو، يبحث عن تتويج خامس على التوالي. هنا محاولة المرور، كرة في المكان الخطير، والتسديدة موجودة ولكنها مرت وعدت إلى خارج أرضية الملعب. كذلك يأمل الانتر بخبر سار مساء اليوم بالفوز بعد 3 أسابيع كان فيها التعادل بطعم الخسارة أمام بارما، أمام نابولي، أمام بارما، أمام سامدوريا. ويتحدثون عن أخبار سارة يا مورينيو، إن صحت الأخبار. هو البلاك بيري شغال عنده، لكن يتحدثون عن خبر إن اكتملت فصوله ورسمت وعوده وتحققت كلماته، سيكون خبرا جميلا ليس فقط لمحبي نادي الانتر وإنما لمحبي كرة القدم الأنيقة. نعم، يتحدثون عن عودة روبرتو باجيو لأن يكون مديرا رياضيا في نادي الانتر، هكذا يقولون، ونأمل ذلك، لأنه لا يختلف اثنان مشاهدي جزيرة الرياضية وتحديدا عشاق الكالتشيو، لا يختلف اثنان على أن باجيو أسطورة أحبها الكل وعشقها الكل. هكذا يقول نائب الرئيس إنجلو ماريو موراتي، ابن موراتي، يتحدث على أنه يرحب بأن يكون باجيو قادما وعائدا لنادي لمديرا عاما للنادي، ويقول في كلمات معبرة: نحن دائما جاهزون للترحيب بالأسطورة باجيو بين جدران
فريق نادي الانتر. عاد يكون باجو مثلا مدير النادي، يكون مورينيو مثلا مستمر بعقده حتى عام 2012، وتأتي بعض النصائح الجميلة الكبيرة من الكبير باجو إلى مورينيو من أجل أن يرتقي الانتر، من أجل أن يكون الانتر بعد ذلك بالفعل يستمر هكذا ضمن خيرة وصفوة أندية العالم. موجودة الكرة في المكان السليم، مايكون ينطلق بشكل ممتاز، يبحث عن الرابع، والكرة عالية في المكان الخطير، ولكن المدافع ابعاد الكرة بصورة ممتازة. ماريجا الآن يسدد، والتسديدة تصطد في اللاعب الوسط ساماركو سانشيز. الكرة من دي ناتالي، منقولة سليمة للوكوفيتش اللاعب الصربي. سانشيز ينطلق الآن اللاعب التشيلي اللي اليوم بالفعل أو عفوا هذا سانشيز. الكرة الماضية مرت وعدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب، وفي تبديل قادم الآن في المباراة. سامويل إيتو بالأهداف الثمانية مكان جوران باديف. نعم، بالوتيلي ما يطلع اليوم. بالوتيلي اليوم لو طلع مورينيو ممكن تكون في مظاهرات في لكن التعليمات من الكبير سامويل إيتو. والله برافو على سامويل إيتو، روحه حلوة، لعيب روحه حلوة، جاي من برشلونة، جاي باسم كبير ب10 مليون يورو في السنة، مع ذلك ما تشوفه متذمر، ما قال لك والله أنا إيتو وأنا ليش يلعب بالوتيلي أو ليش يلعبون مثلا بانديف مثل ما يحدث في بعض الأندية العربية. يلعب احتياطي موجود، يستدعيه المدرب لدقائق معدودة كما هو الحال الآن. هو في كل مناسبة يجيب له حاجة جديدة يشغل فيها الإعلام الإيطالي. عاد مين يكلم بالبلاك بيري، يتواصل مع من، يشوف نتيجة مثلا ميلان على طول النتيجة أولا بأول ممكن، لكن هو في لقطة ممكن ما شفتوها لما اجت الصورة بدري وكان في إعلان على الشاشة، كان أيضا يتواصل عبر الهاتف، وربما قرأ مورينيو يعني رسالة أضحكته، هو ابتسم عندما قرأ ابتسامة من جواله كما نشاهد الآن في اللقطات الماضية. هذه كرة موجودة الآن ملعوبة للخلف، النادي أودينيزي قادر في كل لحظة نعم في كل لحظة قادر نادي أودينيزي على أن يصل إلى الشباك في مباراة اليوم، المباراة الصعبة في الجولة الصعبة في الأسبوع الصعب، في الأسبوع رقم 26. أسبوع صعب على الكل، على الصغار والكبار. ولاحظ الركنيات 10-1 كرة من ضربة ركنية تبعد الآن أيضا من بالوتيلي، موجودة ومرتدة سريعة إلى مايكون، منطلق للأمام 3-3. كرة موجودة إلى سامويل إيتو، طالت عليه وتحولت إلى الخارج، إلى خارج أرضية الملعب. لكن 74 دقيقة مرت، وشوف الانتر هذا الموسم في جميع البطولات اليوم يلعب مباراة رقم 43 في كل البطولات هذا العام، 25 فوز الآن 26 فوز، عنده 11 تعادل وعنده 6 هزائم فقط عبر الموسم كله. يعني في دوري الأبطال، في كأس إيطاليا، في الدوري الإيطالي عنده 6 هزائم فقط. سجل بالأهداف الثلاثة في كل البطولات هذا العام 72 هدف، نسبة ممتازة جدا. وبالهدفين في مرماه الآن 36 هدف، وعنده حتى الآن 85 نقطة. يعني هذا الموسم في كل البطولات إذا جمعنا أن الفوز عنده 3 نقاط وأن التعادل عنده نقطة كما هو الحادث، فبالتالي عنده 85 نقطة حتى الآن. ولكن الآن أمام مباراة صعبة وكرة خطيرة، فرصة بتضيع لأودينيزي. جواردادو الكولومبي كان ممكن يدخل التاريخ ويسجل اليوم أول هدافه، هو اللي بداها والكرة ملعوبة سليمة بعد ذلك إلى نفس اللاعب، إلى جواردادو يتقدم، لكن إجا مكان مو مكانه عاد، وكأن أنطونيو دي ناتالي يا ريتني مكانه،
يا ريتني مكانك كنت، كان لصقها مثلا، لأنه في المكان المفضل بالنسبة له، لكن اجت عند غواردادو ضيعها بهذه الصورة. مباراة ممتازة لأودينيزي، مباراة ممتازة ثانية على التوالي للمدرب الجديد القديم العائد لنادي أودينيزي السيد باسكوالي مارينو. هذا هو باسكوالي مارينو ب 47 سنة، الرجل الذي جاء مكان ديبياتي بعد الخسارة القاسية أمام جنوة بثلاثية نظيفة في ملعب لويجي فيراريز في مدينة جنوة. استلم المهمة أمام كالياري ولعب مباراة كبيرة، وروما يتقدم على نابولي بهدفين لهدف واحد، وهنا الهدف المسجل الآن في اللحظات الماضية للمباراة، لكن نسبة أهداف غزيرة بالفعل هذا الأسبوع، يعني فقط في مباراتين الآن عندنا 11 هدف في مباراة بولونيا وجنوة، وهذه المباراة 11 هدف. بالأمس كاتانيا يسحق باري برباعية نظيفة بهدف أيضا تعادل لاتزيو أمام فيورنتينا في الأولمبيكو. لكن اليوم الأهداف شايف كحال الأمطار في إيطاليا في مساء اليوم، أهداف غزيرة وأداء ممتع بالفعل. ولدينا كرة من مايكون، والكرة الآن إلى شنايدر. هنا محاولة قائمة تعود الآن إلى ويسلي شنايدر. مايكون، دوغلاس مايكون، ويسلي شنايدر، مقطوعة كرة من زاباتا ومرتدة. ولاحظ أن أودينيزي يقدم مباراة ممتازة مساء اليوم، ضايع من أمام سانشيز. تعود الآن، موجودة المحاولة هنا عن طريق اللاعب دييغو ميليتو، مرور ممتاز، إرسال الكرة بشكل ممتاز، لكن التصرف من ويسلي شنايدر ما كان بالصورة المطلوبة. أساموا الغاني، أساموا. نذكر أيضا لاعب جيان أحد اللاعبين السابقين لأودينيزي، لاعب منتخب غانا الذي يلعب الآن في رين الفرنسي. وكما ذكرت يعني تحديدا الجنسية الغانية أكثر ما اجت في إيطاليا اجت في نادي أودينيزي، الجنسيتين الغانية والنيجيرية أكثر جنسيتين ربما من القارة الأفريقية السمراء جاءت لتلعب في نادي أودينيزي، وبعد ذلك تنطلق لأن تصبح في عداد الأندية الإيطالية أو الأوروبية، كما هو الحال لمونتاري المعاقب اليوم الغائب عن هذه المباراة، لأنه كما ذكرت أودينيزي كان محطة الأولى في كرة القدم الإيطالية. ستانكوفيتش، شوط ثاني مثير، آخر 12 دقيقة على زمن هذه المباراة. مشاهد الجزيرة الرياضية الكريم في كل مكان، عندنا تبديل قادم، والإسباني جيخو في الطريق للدخول إلى أرضية الملعب. إلكسندر جيخو القادم من ليفانتي، بديل قادم، وكرة موجودة قوية، ولكنها تذهب هكذا إلى خارج أرضية الملعب. شايف من سيموني بيبي الدولي الإيطالي السابق، لكن تألق بعد قدوم السيد باسكوالي مارينو ربما يعيده من جديد لمنتخب إيطاليا. ساماركو ترك أرضية الملعب باولو، والإسباني إلكسندر جيخو اللاعب القادم من نادي ليفانتي. ولاحظ الأمطار الغزيرة على أرضية ملعب فيريولي ستاديوم في مدينة أوديني، المدينة القريبة جدا من الحدود الكرواتية وسلوفينيا. يعني سلوفينيا أنت إذا جيت بطيارة، والطائرات الصغيرة جدا لأنه لا يوجد مطار كبير هنا في مدينة أوديني، لكن إذا جيت بطائرة تشاهد بأم العين سلوفينيا، يعني سلوفينيا أمامك مباشرة. ولذلك كما ذكرت حارس مرمى نادي أودينيزي السلوفيني سمير هاندانوفيتش لن يستقل الطائرة أو القطار، بل سيذهب بالسيارة من المدينة أوديني إلى بلاده سلوفينيا ليلعب ضد منتخب قطر. مباراة ودية أيضا، قطر تستعد إلى كأس الخليج في اليمن ولكأس الأمم الآسيوية في الدوحة 2011، وسلوفينيا تستعد لبطولة كأس العالم القادمة. وهذا الرجل لا زال اليوم يشغل إيطاليا كلها بحركة جديدة بالبلاك بيري. عاد اليوم الفوز تحقق بفضل البلاك بيري. والله ما أدري يعني كيف له نفس، فريقه يلعب وفريقه مضغوط وفريقه في وضعية صعبة، ومع ذلك هو تقريبا شغال في الكتابة عبر الهاتف.
لكن مباراة حتى الآن بالفعل جميلة. عندنا 10 دقائق ستحدد الكثير وستضع الكثير من النقاط على الحروف فيما يتعلق برغبة الانتر بالبقاء على الأقل ب4 نقاط بينه وبين ميلان المنطلق بشكل ممتاز في الجولات الماضية والمتقدم حتى الآن على أتلانتا بيرغامو ب3 أهداف لهدف واحد. سيموني بيبي يطلب من شنايدر العودة إلى الأمتار ال10 القانونية، والكرة عالية وللأمام ملعوبة الآن، والمحاولة مرت وعدت وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. لكن شوف الركنيات، عندنا 11 ضربة ركنية لنادي أودينيزي في مباراة اليوم. 11 ضربة ركنية. وعندنا جوزيبي باريزي تحت المطر، تحت المطر. التعليمات والنقاط الثلاث حتى الآن تحت المطر وتحت الظروف الصعبة جدا التي يعيشها. ولاحظ التعليمات إلى سامويل إيتو. يعني ممكن يكون سامويل إيتو في الفترة البسيطة جدا الماضية يعني لحق يتكلم إيطالي، لحق يتعلم إيطالي لأنه يتكلم الإسبانية بطلاقة، ومن يتحدث الإسبانية لغة قريبة بإمكانه أن تفهم. وبالوتيلي يتقرب الملعب الآن لأنه يشعر بالخطورة الآن، راح يدخل ماتيراتي بالفعل، ماركو ماتيراتي المدافع، لأن الأمور الآن بحاجة. أنا أقول من وين متعلم؟ علمنا بالوتيلي وتقليعات الرأس وتقليعات الشعر جاية من ماركو ماتيراتي، لكن عاد إن شاء الله ما يتعلم من الوشم. شايف مكسب كبير جدا حقيقة. شغال ولا يشوف المباراة الحين، لكن يا جماعة كاريزما خاصة، من يحبونه ومن لا يحبه، من يؤمن بقدراته كمدرب على أنه سبيشال وان أو لا يؤمن بذلك، من يرى أنه مدرب كبير ومن يرى بأنه مدرب محظوظ، لكن عنده كاريزما تضعه هدفا لكل المصورين. هنا محاولة قائمة الآن، الكرة موجودة للأمام، تعود الآن الرجل الذي بدأ مترجما لسير الراحل. طبعا لما نقول سير بالفعل سير ولكنه راحل. ولاحظ بولونيا يتقدم على جنوة في مباراة الأهداف السبعة. هنا محاولة قائمة الآن، الكرة موجودة في الجهة الأخرى. شوط ثاني المباراة الآن إلى الدقائق السبعة الأخيرة، محاولة قائمة وعالية والأمام والكرة تبعد بالرأس. وشوط ثاني بالفعل قمة في الإثارة. نعم في هدف واحد فقط لكن في إثارة كبيرة، ونادي أودينيزي يقدم مباراة ممتازة. والإبعاد الآن من جانب لوسيو، تعود إلى غواردادو. مباراة ممتازة للقصير في القامة الكولومبي. كرة من إنلر أساموا، تمريرة خاطئة مقطوعة من تياغو موتا، ماريغا الكيني، لكن أيضا تمريرة خاطئة. تعود للكولومبي غواردادو. الآن محاولة للاعب إنلر السويسري الدولي، تمريرة خاطئة. تعود الآن إلى مايكون، انطلاقة لمايكون دوغلاس، مرور ممتاز وكسب المساحة والمسافة والعرقلة واضحة، وبذكاء مايكون يكسب خطأ لفريق نادي الانتر. الآن خبرة لاعبين في توقيت معين، تكسب خطأ تنقل فريقك من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي، والتسديد من جانب النجم الذي ما غاب لا هو ولا جوليو سيزر عن أي مباراة. 26 مباراة كاملة في 26 أسبوع لهذا النجم وللحارس جوليو سيزر، وهما الأكثر مشاركة من كل لاعبي فريق نادي الانتر هذا الموسم. برافو 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 برافو. شايف دقائق 5 أخيرة. تحولت الآن إلى كريستيان زاباتا، اللاعب الشاب ب 23 سنة القادم من نادي ديبورتيفو كالي الكولومبي عام 2005، عنده 5 سنوات الآن كاملة في الدوري الإيطالي. وعندنا محاولة من جانب أساموا، تعود مرة أخرى إلى أساموا البديل الذي أعطى حيوية في خط الوسط، ولدينا كرة بالفعل موجودة. وهنا استقبال الكرة، إبعاد الكرة من جانب لوسيو، تعود إلى ماريغا وصافر على وجود خطأ للكيني. ماريغا
والخطأ على تشيلي وهو إليكسيس سانشيز. لكن على ذكر التشيليين وهم كثر جاءوا ولعبوا في إيطاليا، لا شك أن مارتشيلو سلس مع لاتيو. ولدينا ايفان زامورانو مع الانتر، او طائر الهليكوبتر كما كان يلقب عندما جاء من ريال مدريد، ولو ان عطاءاته مع ريال مدريد كانت في وجهه، عندما جاء للانتر ربما كان متاخر في العمر نسبيا. الحديث عن ايفان زامورانو النجم التشيلي الكبير جدا في كرة القدم. هذه الأيام لدينا لاعب تشيلي يتألق في نادي روما وهو ديفيد بيتزارو، لكن لدينا تشيلي يتألق في مباراة اليوم. نعم ما سجل لكن يلعب مباراة جيدة. ولدينا سامويل إيتو، الكرة تنقل من مايكون وهذه خطيرة، وزباتا أبعدها والكرة لا زالت خطيرة ولا زالت المحاولة قائمة، ولكن سامويل إيتو وين؟ بعيدة كل البعد إلى خارج أرضية الملعب، إلى ضربة مرمى من سامويل إيتو. يعني ربما أيضا شايف تعاد هنا محاولة في الجهة الأخرى. آخر فوز للإنتر كان 3-0 على كالياري في مياتزا، لكن آخر فوز خارج أرضه يعود على حساب سيينا في 9/1/2010. يعني 9/1/2010 احنا اليوم في 28 فبراير. شوف أكثر من 40 يوم ما فاز خارج أرض نادي الإنتر، ولكن الآن يعود إلى الفوز خارج القواعد للمرة الأولى، إلا إذا كان لجواردادو ولأودينيزي رأي مختلف فيما تبقى من وقت. وما تبقى من وقت 3 دقائق من الآن. مضغوط الإنتر، يعاني الإنتر، لكنه يدافع الإنتر، يستبسل الإنتر في الحفاظ حتى الآن عن الفوز الثمين. والكرة موجودة وتسلل في الكرة الماضية على أنطونيو دي ناتالي الذي يشير لمساعد الحكم بأن قراره ما كان صائب، لكن بالإعادة ربما تكون الإفادة حاضرة. هذه اللعبة لحظة الخروج كان متسلل. نعم في تغطية من جانب القائد زانيتي، لكن في المجمل العام كان متسلل في اللعبة الماضية. ومباراة ممتازة، شايف التسلل 3 على أودينيزي 1 على الإنتر، 4 حالات تسلل في المجمل العام في مباراة اليوم. لكن مباراة كل ما يتمنى مشاهد كرة القدم أن يتابعها في مباراة لكرة القدم كانت حاضرة. 5 أهداف، إثارة، فرص عديدة جدا، لياقة بدنية عالية، كفاح حتى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. وجوكان إنلر اللاعب السويسري يرتكب خطأ في الكرة الماضية. ويبقى حتى الآن نادي أودينيزي بلا فوز في هذا الملعب عندما يقابل الإنتر منذ عام 2003 ل7 سنوات عجاف. حتى الآن 7 سنوات عجاف الإنتر فيها يحرم أودينيزي من الفوز في أرضه ل7 سنوات كاملة، والتي كان آخرها 2003 عندما سجل حالة الفوز الأخيرة في هذا الملعب بهدفين لروبرتو موتزي، اللي لو تذكرون كان المهاجم الطويل المليان جسم، والثاني عن طريق فينشينزو ياكوينتا الذي يلعب الآن ولو أنه مصاب حقيقي وقد غاب لأسابيع وأسابيع عن فريق نادي اليوفنتوس. شايف الاستحواذ على الكرة 52% للإنتر، 48% تقريبا، النسبة متقاربة إلى حد كبير جدا. ولدينا بديل قادم في فريق نادي الإنتر في المباراة، وعندنا كرة موجودة. طبعا الإنتر أجرى تبديلين، ماتيرازي وقبل ذلك سامويل إيتو. أودينيزي أجرى تبديلين أيضا، أساموا وجيخو، وهذا الرجل يبدو أنه في الطريق لأن يجري تبديله الثالث. هذا هو جواردادو، كانت لديه فرصة ثمينة جدا لأن يسجل في مباراة اليوم، لكن يبقى أن الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى الجولة القادمة. 4 نقاط حتى الآن بين الإنتر اللي فاز خارج القواعد بعد غياب طويل منذ 9 يناير 2010. الإنتر لما فاز لآخر مرة على سيينا 4-3 ما فاز بعدها خارج قواعده. اليوم خارج القواعد أمام أودينيزي. الكرة موجودة والتصدي والكرة إلى ضربة ركنية. توقف القلب الكرة الماضية يا مورينيو. نعم الكرة
في صدمة، وفي الآن 4 دقائق وقت محتسب بدل ضايع للمباراة. مرور للشيل المتألق والعرضية موجودة والإبعاد من مايكون، والتصدي الآن من دييغو ميليتو المتراجع لأن يلعب دوره الآن في هذه اللحظات أمام إنلر السويسري. هذه الكرة الماضية من سيموني بيبي، لكن التصدي من حارس المرمى وهو جوليو سيزار. شوف 13 ضربة ركنية لنادي أودينيزي في مباراة اليوم، توضح أن هذا الفريق وهذا هو اللاعب السلوفيني أيضا، لاعب السلوفيني الشاب ريني كرين مكان ويسلي شنايدر. طبعا هو تبديل من أجل يعني كرين لاعب سلوفيني الشاب 18 سنة فقط. شوف عمر. ولاحظ أن نابولي في هذه اللحظات يتعادل مع روما بهدف يبدو لي هامسك من ضربة جزاء. نعم هامسك من ضربة جزاء، وبالتالي روما بالتعادل يتعثر في طريق المنافسة على سكوديتو، لأنه كان يأمل بالفوز وكان فائز حقيقة بهدفين نظيفين. لاحظوا أن روما في مباراتين يعني ضيع الفوز، كان متقدم بهدفين نظيفين أمام كالياري في كالياري، كان متقدم بهدفين نظيفين والكل اعتقد أنه فائز لكنه تعادل. واليوم أمام نابولي كان متقدم بهدفين نظيفين ولكنه تعادل كذلك. يعني 4 نقاط لو كانوا عنده الأمل موجود على بعد نقطتين فقط من نادي الانتر. شوف حسابات انت النقطة يا مورينيو، النقطة يعني ممكن تدور على نقطة ما تحصلها في اليوم الأسود، في اليوم اللي انت بحاجة فيه إلى نقطة. والله ضيعتها وين؟ ضيعتها بتعادل في ملعبني، في الملعب الفلاني، في المناسبة الفلانية، ضيعت فرص كثيرة، سجلت هدفين، ما حافظت على الهدفين. حسابات الدوري بصعوبة الدوري الإيطالي في منافسة شرسة جدا الآن. عندنا 4 دقائق مرت منهم 2.5 ومتبقي 1.5 دقيقة على الدقائق الأربع. بعد ذلك نقول أن الإنتر في الأوقات الصعبة يعود. إنتر في الأوقات الصعبة يعود. أودينيزي رغم الخسارة حتى الآن لكن الفريق ال15 في الدوري الإيطالي يقدم مباراة هجومية جدا ويحرج نادي الإنتر، يسجل هدفين، يحصل على 13 ضربة ركنية لفريق متأخر بالفعل في الدوري الإيطالي. هنا مرور جميل 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 في المكان الخطير وكرة خطيرة وتبعد من ستاينكوفيتش. لعبة لا زالت قائمة الآن لدي ناتالي، لحظات أخيرة وربما فرصة أخيرة للمباراة الآن لأودينيزي لإدراك التعادل. أنا أعتقد الآن أن مشجعي ميلان في الملعب مع المدرب ليوناردو، مع الكل، مع جالياني، مع برلسكوني، مع الكل الآن ترك مباراة فريقه، والكل الآن ربما يناظر يتمنى خبرا سارا من نادي أودينيزي في مباراة اليوم في اللحظات الأخيرة. لكن 30 ثانية أقل من ذلك متبقي لنادي الإنتر للفوز الصعب جدا، ويغادر الآن، يغادر. شوف حتى اللي جالس هذا جالس يغادر فائزا ما يجوز وطبيع، ما يجوز عن طبعه. شوف التصوير وكأنه ميسي، يعني وكأنه هو ميسي التدريب، هو ميسي التدريب. دقائق 4 مرت والآن في الدقيقة 5 الكرة موجودة ملعوبة الأمام، إبعاد الآن، وأعتقد هي اللحظة الأخيرة، هي الأخيرة ربما الأخيرة كيف؟ الأخيرة مصيرها وين؟ الكرة موجودة، التسديدة الأخيرة انتهت للإنتر. مباراة حقيقة بهذه الوضعية وهذه التقلبات انتهت نهاية سعيدة للإنتر، لكن ظلت حتى اللحظات الأخيرة مثيرة عبر الجزيرة الرياضية. الإنتر اللي ما فاز خارج أرضه من 9 يناير الماضي يعود إلى الفوز، والإنتر اليوم حقيقة يتخطى كل صعاب الإيقافات والإصابات والإيقافات والإرهاق، ويقاتل على البطولات الثلاث
بطولة الدوري، بطولة الكاس، وبطولة دوري أبطال أوروبا. هكذا كتب على الكبار أن يبقون دائما في المواجهات الصعبة وفي البطولات الكبيرة. مشاهدي الجزيرة الرياضية، أسبوع مثير للغاية. هذه الفرصة الأخيرة اللي كان بالإمكان أن تغير كل الأفراح إلى أحزان، لكن مرت وعدت واصطدت بالعارضة وتحولت بعد ذلك إلى الخارج، وكانت صافرة حكم المباراة النهائية لتحمل أخبارا سارة للسيد مورينيو ولمحبي النيران زوري. مشاهدي الجزيرة الرياضية، بعد الفاصل الكلمة من جديد